الصلاة أعظم أبواب الغفران، غفران الذنوب. وجاء حديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان شأن الصلاة في الغفران وعظم أمرها في غفران الذنوب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات مكفرات للذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في حديث آخر بضرب المثل العجيب الذي يوضح ما في الصلوات الخمس خاصة من حتى الذنوب وغفرانها. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر، في رواية نهر غمر غزير الماء، يغتسل به أحدكم في اليوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ إذا كان كل يوم أمام بيته نهر وكل يوم يغطس في هذا النهر ويغسل جسمه ويدلك جسمه في هذا النهر الجاري ويخرج 5 مرات في اليوم، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك مثل الصلوات الخمس يحط بها الله الخطايا. فالصلاة أعظم أبواب الغفران، ولهذا المصلي ينبغي أن يستشعر هذا المعنى في كل مرة يصلي. وسبحان الله، الغفران الذي يتعلق بالصلاة يبدأ من الطهارة، ولهذا تجد في الطهارة أحاديث تدل على أن الطهارة أيضا تتساقط بها ذنوب، وأنت تتوضأ تتهيأ للصلاة. إذا كان في الوضوء للصلاة، في الوضوء الذي هو استعداد وتهيأ للصلاة تحت ذنوب، فكيف بالمقصد الذي هو الصلاة وما يحت فيها من الذنوب؟ ثم أيضا إذا مشيت للصلاة الطريق، كل خطوة يحت فيها ذنوب كفر عنه بها خطيئة. ثم لما تنظر في أعمال الصلاة، كل أحوال الصلاة فيها طلب الغفران، كل أحوال الصلاة. الاستفتاح فيه طلب غفران، الركوع والسجود كما مر معنا، الرفع من الركوع بعد التحميد كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، والسجود والجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام. كل أحوال الصلاة فيها طلب غفران، كل أحوال الصلاة فيها طلب غفران. ولهذا ينبغي على المصلي أن يستحضر هذا المعنى ويرجو في كل مرة يصلي يرجو الله سبحانه وتعالى أن يحط عنه بهذه الصلاة ذنوبه وخطاياه.